السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اصحابي، ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب يكونوا بخير. اهلا وسهلا بيكم فيديو جديد من قناتي ام زياد وجنى كل حياتي. ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو واشتركوا للقناه لو لسه مش مشتركه، وتفعلوا زر الاشتراك عشان يوصلك كل فيديو جديد انا بنزله. يلا بينا على الفيديو النهارده فيديو جميل جدا ومحفز لكل البنات اللي بتسأل ازاي نوضب الاكله او نجهز. طبعا نزلت الفيديو من الفيديوهات ديت، نزلتها كذا مره، بس ناس كتير سالتني على الفيديوهات ديت فقلت ان انا اكررها لكم تاني. زي ما انتم شايفين، لو انا عايزه ابدا العزومه او استعد للعزومه، بعمل مثلا من فرختين كذا اكله. انا النهارده هنعمل مع بعض. انا جبت فرختين زي ما انتم شفتوهم، غسلتهم ونقعتهم بميه وملح وليمون. زي ما انتم شايفين نقعتهم في الميه لغايه ما نزلوا كل الحاجات اللي مش نظيفه فيها وبقت زي الفل. جبتها وقطعتها زي ما انتم شايفين بالشكل ده. انا قطعت الفرختين، يعني كل فرخه قطعتها 8 قطع. تمام كده. فكل حاجه هعملها لحاجه شكل، يعني ايه؟ يعني الفرختين هقسمها على كذا اكله. اول حاجه زي ما انتم شايفين، انا سلقت الفرخه وكبيت ميتها، وبدات اديتها شطفه كده بسيطه كده من الزفره والحاجات اللي فيها، وبدات ان انا اشوح جزء من الفراخ يعني 4 قطع. هاخدهم اعملهم شوربه، وبعد ما يعملوا شوربه اخدهم ايه، احمرهم ايه في الزيت، وتبقى فراخ محمره ايه بعد الشوربه. تمام. تاني حاجه ابدا اعمل ايه مع الاكله ديت كمان، هعمل بسله. تمام، يعني مع الفراخ هعمل بسله. هعمل هنا بسله بتاعتي انا مفرزاها، بسله وجزر انا عينهم في الفريزر، فطلعتهم. وهاخد البصله بتاعتي مع شويه زيت في الكسرونه، وابدا اديلهم تشويحه كده يا دوبك بس ياخد بس لون خفيف، وببدا انزل بالبسله بتاعتي والجزر زي ما انتم شايفين كده. كلكم لاحظوا التكات بتاعتي اللي انا بعملها في الاكلات بتاعتي ايه في الفيديو. اي حاجه انا بعملها شايفين عليها ملاحظات او تكات مختلفه او اي حاجه، قولوا لي برضك في التعليقات وانا بتقبل اي تعليقات. زي ما انتم شايفين انا اهوت عامله البسله والجزر بتاعتي اللي انا مفرزاهم. هنزل على طول بالبصل بتاعي اللي انا ايه اعطيله لون بس خفيف جدا، يعني لون اصفر خفيف خالص. وانزل على طول بالبسله بتاعتي والجزر. البسله والجزر اللي بفرزهم عادي، مفيش من عطلهم سلق ولا عطلهم اي حاجه، ما بسلقهمش. هنا نزلت بالاجنحه بتاعت الفراخ، ونزلت على البسله على طول، وزودتهم شويه ميه يا دوبك بس ياخد بس سويه. تمام. تاني وصفه من الفراخ، من الفرختين انا هعمل بينها كذا وصفه. تاني حاجه هعمل ايه، صينيه بطاطس. صينيه بطاطس ايه، اللهم صل عليك يا نبي، بالفراخ. انا عندي البصله حطيت ملح وفلفل وكمون وشويه شطه. تمام. وشويه بابريكا. وابدا الفراخ بتاعتي دي هدقهم دقه بس، لان انا الفراخ بس ايه يعني، انا اديتها سويه، نص سويه كده يا دوبك، غلت ونزلت زفرتها والكلام ده كله. هبدا بس انا ادقهم دقه كده بالمدق بتاعي، وابدا ان انا ايه هحطهم ايه مع البطاطس. انا جبت الفراخ دقتهم شويه، وبدات ان انا اتبل الفراخ بتاعتي بالبصله زي ما انتم شايفين بالطريقه ديت. البصله بملح وفلفل وكمون وشويه الشطه وشويه بابريكا على طول تبلتهم مع البصله. وهنزل على طول ايه بالبطاطس بتاعي اللي انا مقطعاه، والطماطم عامله بطاطس شرايح وطماطم شرايح. تمام. يبقى انا هعمل صينيه فراخ بالبطاطس. الطريقه دي طريقه جميله جدا وسهله، مش هتاخد منك اي وقت. عايزه تحط لها زودها شويه ميه وما تحطيش عصير طماطم، حطي. هنا هحط شويه طماطم صغيرين جدا معصورين، يا دوبك بس ياخدوا بس لون. تمام كده. وبصراحه طلعت في منتهى الجمال والطعامه، طعمها جدا وطعمها حلو قوي. الفراخ انا حطيتها تحت وفرشتها طبعا، اللي طالع دقه بس الانسجه بس تتفرد بس معايا. والبطاطس طبعا انا مش مطخنه البطايه ولا مرفعاها، يعني سمكها كويس. والطماطم نفس النظام. وعندي هنا شويه طماطم فرزاها انا، هي كانت لسه بتلجها، هي لسه مفكتش طبعا. تمام. والبسله هي حطيت عليها برده هو كذا طماطم قسمته على البسله وصينيه البطاطس. تمام كده. انا سبتها بس ايه بعد ما شربت خلاص شويه الميه بتوعها، بدات ان انا ايه اللهم صل عليك يا نبي حطيت لهم حبه شوربه فراخ. يعني البسله شربت الميه بتاعتها، استوت فيها ودخلت في السوي. حطيت لها شويه شوربه على الطماطم وملح وفلفل فقط لا غير. صينيه البطاطس عندي انا هنا زودتها شويه ميه على العيار بتاعها اللي هو الطماطم اللي انا مفرزاه، نص كيس الطماطم ده. وظبطت الدنيا والدنيا بقت تمام، وسبتها على النار تاخد لها سوي. ده من التجهيزات اللي انا بجهزها لاي عزومه او لاكل، او عازمه حد او هعمل اكل لكذا اكله. تمام.
هنا هعمل فراخ مشويه كمان. سوري. هعمل ايه؟ عندي طماطم وفلفله وشطه ومستردة وطماطم، يبقى طماطم وبصل وفلفله وشطه ومستردة وفلفل، وحطيت ملح وشويه بهارات فراخ وبابريكا، وده بابريكا. لا بتهيألي مش بابريكا يا جماعه، انا حطيت كركم وكاري، تمام، وثوم وبصل بودر وشويه شطه. البابريكا انا حطيتها بس سوري في صينيه الفراخ اللي هي بالبطاطس، تمام. وحطيت هنا زبديه وشويه زيت، وبدات اضربها ايه مع بعض، وشويه خل وليمونه، تمام كده. يبقى صينيه الفراخ انا عملتها كده. طبعا الفراخ ديت اللي انا عطلها سلقه قبل كده وكبه ميتها، وعطي لها شطفه كمان. الفراخ بتاعتي هي في منتهى الجمال. طبعا انا مشققه الفراخ بتاعتي، عامله لها فتحات كده علشان ايه الصوص بتاعي ينزل في الفراخ ويدي لها طعم حلو قوي. بتبقى التست بتاعها الصوص بتاعي ده بيبقى تحفه، يعني مدي الفراخ طعم حلو. وكمان الزبادي مع المستردة مع الخل والليمون حاجه يعني رهيبه، مع شويه بهارات فراخ مع ملح وفلفل وشطه، وحطيت خل، وحطيت كاري وكركم وثوم وبصل بودر، تمام كده. مع البصل كمان اللي انا فرماه مع الفلافله وقرن شطه حامي وشويه الزيت. وديت كده صينيه الفراخ المشويه خلصت معايا. يبقى من الفرختين عملنا الوصفتين، عملنا كذا وصفه: فراخ مشويه وفراخ شوربه وهتتقلى، وصينيه بطاطس بالفراخ. وهنا قفلت اهوت الفراخ بتاعتي وهدخلها على النار تستوى. وكده الفيديو بتاع النهارده يكون خلص، واشوفكم في رعايه الله وامانه، والسلام عليكم ورحمه الله. ما تنسونوش باللايك يا جماعه.